التوتر والعصبية اللي كانت في هذا الماتش ما يمكنش. الجزائر ربحت بوركينا فاسو وتأهلت رسميا الدور القادم كمتصدر المجموعة. المنتخب الجزائري كان يسالي الماتش بكمية كبيرة ديال الأهداف، وكان يدخل التاريخ من هذا الماتش هذا لولا تفنن بعض اللاعبين في إضاعة الأهداف. بالرغم من خروج رياض محرز في الدقيقة 60، والجزائر شفناها ولات كتلعب بخمسة ديال المدافعين. وخا هكاك إبراهيم مازا ضيع جوج انفراديات عباد الله، هو والجول، وأيت النوري ضيع فرصة، وبوداوي ضيع حتى هو فرصة. رحنا كنهضروا على خمسة البيوت او خمسة الفرص محققين للاهداف. المنتخب الجزائري كيسترجع الهيبه ديالو والهيمنه ديالو الافريقيه اللي معولنا عليها دائما. ما تنساش يا عزيزي المشاهد ان النسختين الماضيتين خرج الجزائر من دور المجموعات وما عرفش يربح حتى ماتش في هاد النسختين اللي فاتوا. وما نساوش انه كيخرج في المرتبه الاخيره من المجموعه. ولكن اليوم تأهل المنتخب الجزائري هو المتصدر المجموعة منذ 2019. ونزيدك عزيزي المشاهد ما استقبلوا تبيت في هذه البطولة كاملة، يعني من أقوى الدفاعات اللي كاينين في البطولة. ونزيدكم تاني كملوا 16 مباراة بلا هزيمة. آخر خسارة لهم كانت في شهر 6 ديال 2024. المنتخب الجزائري الآن عنده فرصة ذهبية للتنافس على الكأس إفريقيا 2025 في المغرب، لأنه عنده ترسانة ديال اللاعبين كبيرة بزاف وكلهم جايبين الفورمة ديالهم. يعني الجزائر كتعيش جيل عظيم من اللاعبين، كتبان لي حسال من الجيل ديال 2019. وانتايا اشنو بالك؟